التقطت الفتاة صورة لجرحها لترسلها إلى صديقتها، لكنها أرسلتها بالخطأ إلى الرجل الذي تحبه، بل وأهانتها. عندما انتبهت الفتاة، كان قد فات الأوان لحذف الرسالة، لكن الرجل لم يغضب، بل ذكرها بوضع المرهم جيدا. شرحت له الفتاة الأمر على الفور، وسألته عن رأيه في قصرها. فجأة لم يعرف الرجل بماذا يجيب. في تلك اللحظة اقترب زميل الرجل، سأله إن كان لا يزال لديه مرهم للخدوش، وتساءل لمن هذا الخصر النحيل في الصورة. عند سماع ذلك غضب الرجل بشدة، وأمره بالجري 10 كيلومترات وهو يحمل 20 كيلوغراما. يتضح أن الفتاة ممثلة سينمائية وتلفزيونية، جاءت إلى قاعدة التدريب العسكري لتصوير فيلم، ووقعت في حبه من النظرة الأولى، لكن الرجل عاقبها بالجري 3 دورات ثم غادر دون أن يلتفت. لاحقا رأت الفتاة الرجل واقفا على جانب الطريق، فسألته إن كان لا يزال يتذكرها. قال الرجل إنه إذا لم تكن تريد أن تطرد فعليها العودة إلى النوم فورا. عند سماع ذلك أخرجت الفتاة ساعة جيب. عندما رآها الرجل مد يده ليأخذها، لكن الفتاة أخفتها بصدرها وقالت إذا أرادها فعليه أن يأخذها بنفسه. ثم سألته إن كان لديه حبيبة. أجاب الرجل بأنه لا يريد الارتباط الآن. عند سماع ذلك استدارت الفتاة وذهبت، وفجأة بدأ قلب الرجل يخفق بسرعة. في اليوم التالي سألت الصديقة الفتاة إن كانت قد تسللت خارجا الليلة الماضية لأن الموعد فشل. قالت الفتاة إن الموعد كان ناجحا، لكنها عندما نظرت رأت الرجل مع امرأة أخرى. حزنت الفتاة كثيرا، أمسكت بصديقتها وبدأت بالعودة، لكن الرجل ناداها، ثم ذهبوا جميعا إلى مطعم. عندها اكتشفت الفتاة أن المرأة هي أخت الرجل، فشعرت بالسعادة على الفور. ثم اقتربت من الرجل. إذا أردت متابعة قصة حبهما اشترك في قناتي.